السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نقدم لكم هذا الطبق الرائع، عبارة عن طبق طاجين تاع الخضار مع دجاج، صدور الدجاج تقدروا ديروا بهم واحد الطاجين زوين بزاف، غادي يعجبكم. كما شفتوا هنايا درت طروفة تاع الدجاج، وغادي ديروا لهم شوية ديال الأعشاب المنسمة. هنا عندي شوية ديال الزعترة، كناخدو الزعترة كناخدو السلمية وكنضيفو لها شوية ديال الشبت، كيعطيو واحد المذاق رائع جدا. غادي يعجبكم بزاف بزاف، جربوه على ضمانتي ان شاء الله يعجبكم. المهم كتاخدو هاد الاعشاب وكتقطعوها، كتزيدوها على داك الدجاج وكديروا لها العطريه وكتخليوها تماغينا ندوزو نديرو نوجدو الطاجين ان شاء الله. كنقطعوا البصل وكنزيدوا عليه بزاف ديال المكونات، غادي نوريكم بالتدقيق. هنا كما كتشوفوا كناخدو ديك الزعتره وكنديروها على الدجاج، وكنزيدو السلميه ونزيدو الشبت، وغادي ان شاء الله الشبت هو لانيت. ان شاء الله غادي يعجبكم الطبق بزاف، جربوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم. وهو كيوجد يعني بسرعه، ما كياخذش الوقت، وفي نفس الوقت المذاق ديالها رائع جدا. كما كتشوفوا كنقطعوا هذاك الشبت والسلميه وكنزيدوهم على الدجاج ان شاء الله. هنا غادي نزيدو العطريه، كنديرو الابزار الكحل، كنديرو التحميره، هذه تحميره ولا البابريكا فيمي، كنديرو سكينجبير، كنديرو معلقه كبيره تاع سكينجبير لان كيعاون الذات الا كان فيها البروده، كيساعد بزاف في الحوايج، هو مفيد جدا للصحه. كنزيدو واحد العصره تاع الليمون، كنعصروا عليها، ضروري كتزيدوا ديك العصره تاع الليمون. علاش؟ كتعطي مذاق رائع لهاد الدجاج ان شاء الله. هنا ندوزو نوجدو الطاجين، كنديرو الزيت، نخلطو ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، وكنديرو داك الدجاج يتقلى، كنحيدوه، وفي البلاصه ديال الدجاج كنزيدو شويه ديال الماء. بعد ما حيدنا داك الصدور تاع الدجاج قليناهم شويه باش كيعطيو المذاق، وصافي كنديرو واحد شويه ديال الماء وكنبداو نوجدو في الخضر ديالنا ان شاء الله. كنديرو البصل على شكل دوائر باش يشد لنا الطاجين باش ما يتحرقش، وفي نفس الوقت كتعسل مع المده تاع الطبخ، كتعسل وكتجي بنينه بزاف. كنستفوها بهذه الطريقه، كنفرشوها على الطاجين كامل وكنخليوها واحد شويه، كنزيدو عليها باقي المقادير ان شاء الله.
كنزيدو عليها دوائر نتاع الفلفله الحمراء. الفلفله الحمراء كنستعملها بزاف لان كتكون المذاق ديالها حلو وكتنسم بزاف الطواجن. دائما خصها تكون عندكم هاد الفلفله، كتعطي مذاق رائع للطاجين في الاخير، سيرتو الا كانت مشويه كتعطي مذاق اكثر، يعني كتعطي واحد المذاق فيمي او مشوي كيكون زوين في الاخير. من بعد كنزيدو دوائر نتاع البطاطس. البطاطا حتى هي كتعطي مذاق رائع للطاجين. صافي كنديرو دوك الدوائر ومن بعد غادي نزيدو داك الدجاج من الفوق ان شاء الله. كنفرشوا البطاطس بهاد الطريقه على الطاجين كامل، كنغطيو ديك الفلفله الحمراء صافي، ومن بعد غادي نستفوا عليها داك الدجاج اللي سوطيناه شويه ديال الزيت باش يعطي، يعني نسمناه شويه طاجين باش يعطي المذاق تاع دوك الاعشاب المنسمه اللي درناهم معاه صافي، وغادي يجي الطبق رائع في الاخير. هنا كما كتشوفوا كنزيدو داك الصدوره تاع الدجاج اللي مقطعين على شكل مربعات، منسمين بالزعتره مع الشابت اللي هو لانيت مع السلميه، كديرهم من الفوق صافي، وديك لاصوص ديالو كديروا فيها شويه ديال الخرقوم باش تعطي اللون لهذا الطبق ان شاء الله. كما شفتوا ضفنا الخرقوم باش يعطي اللون صافي، وكنفرغوا مع هاد الاعشاب اللي فيه على الطبق على طاجين ونخليوه يطيب على نار مهيله حتى يطيبوا الخضار. الدجاج ديجا طيب، يعني قليته في الاول باش عطى شويه النسمه والمذاق للطاجين صافي، غادي نخليوه يطيب على خاطره ومن بعد غادي نقدموه بالصحه والراحه ان شاء الله. كنضيفو دوك المزيودات نتاع الحار للناس اللي كيبغيو الحار، بزاف ديال الناس كيبغيو الحار في الطاجين صافي. وهنا يوجد كما راكم تشوفوا تزينته بالطوماط سوغيز كيجي رائع ان شاء الله.